بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ليفي اليهودي الفرنسي حيثما مر تفجرت حروب أهلية وتقسيم وطائفية، ما هي حكايته؟ برنار هنري ليفي حيثما مر تفجرت حروب أهلية وتقسيم وطائفية ومجازر مرعبة وخراب كبير، وحيثما يمر فهو يمهد لإسرائيل جديدة وعرب جدد وشرق أوسط جديد بمباركة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. ولمن وصف ما يحدث في الشارع العربي من أحداث بثورة الربيع العربي، نعرض ما يؤكد أن وراءها أياد خفية وعرابون يجيدون من أين تؤكل الكتف، ولكم نترك الحكم. برنار ليفي رجل الميدان كما يصف نفسه، من أفغانستان بدأ نشاطه ليتنقل بعد ذلك ما بين البوسنة والهرسك والسودان، لنجده بعد ذلك في ربيع مصر يفاخر بتقديم الطعام من جيبه الخاص للمتظاهرين، وليجاهر بعد ذلك بترشيح وائل غنيم لجائزة دولية. وما بين ميدان التحرير المصري وساحات بني غازي الليبية تتواصل المهمة. هنا وصل به الأمر حد الاطلاع على التخطيط والخرائط وسير العمليات والوصول إلى الخطوط الأمامية في الصحراء. أما خطابه المجلجل في المتظاهرين الليبيين فلم تلحظه قنوات الدعم للربيع العربي، ففي عرض هكذا مشهد تعرية لموقف تدعي تلك القنوات تبنيها له. ليفي اليهودي الفرنسي القريب من صناع القرار في فرنسا، معروف بمواقفه المعادية للمسلمين، فهو من دعا في صحيفة جويش كرونيكل البريطانية لاغتصاب المسلمة التي ترتدي النقاب في فرنسا، وهو من تحالف مع سلمان رشدي صاحب الآيات الشيطانية في محاربة الإسلام والمسلمين. ولكن عندما تقتضي الحاجة يختلف الموقف. صحف فرنسية نشرت مؤخرا وعلى مساحة نصف صفحة تقريبا إعلانا مدفوع الأجر للدعوة إلى اجتماع شعبي يوم الاثنين في سينما سان جيرمان دوبري في باريس تحت عنوان وقف المجازر والأسد يجب أن يرحل. الدعوة بمبادرة من ليفي نفسه، وتحمل تواقيع شخصيات مثل وزير الخارجية السابق برنار كوشنير ورئيس بلدية باريس ورئيس الوزراء السابق لوران فابوس، وبمشاركة البعض ممن اعتبرتهم المبادرة ديمقراطيين سوريين. ليفي كان أطلق مبادرة سابقة للتظاهر ضد سوريا وقيادتها، وباءت بالفشل بعد رفضها من قبل بعض المعارضين السوريين، إلا أنه في مبادرته الجديدة حظي بدعم ما يعرف بالمؤتمر السوري للتغيير أو مؤتمر أنطاليا. ونتساءل لماذا؟ إعلان مدفوع الأجر واجتماعات وإقامات باهظة الأجر في باريس، وصاحب آيات شيطانية أهان القرآن والأمة الإسلامية كافة، يصبح اليوم من ينادي بالحرية للمسلمين، وصهيوني يعلنها جهارا أنه سيدفع تكاليف الاعتصام من جيبه الخاص فقط كرمة لعيون الشعب السوري. لكم وحدكم من تشاهدون هذا التقرير الحكم والقول الفصل.